في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب، في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب. من كان مستعدا يلقى رب الأرباب. في 10 عذارى أخذوا معاهم مصابيح، وراحوا ينتظروا العريس ويقابلوا بالتسابيح. 5 منهم حكيمة زيت للمصابيح أخذوا، و5 كانوا جاهلات حتى الزيت نسيوه. في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب، في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب. من كان مستعدا يلقى رب الأرباب. وسط الليل منادي العريس على الأبواب، هيا تعالوا بسرعة واستقبلوا بترحاب. قامت كل العذارى لما سمعوا النداء، كل واحدة تزين مصباحها لللقاء. في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب، في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب. من كان مستعدا يلقى رب الأرباب. قالت الجاهلات لإخواتهم بعتونا تسمعنا، ردوا الحكيمات بالحكمة جايز ما يكفينا. ذهبوا الجاهلات مسرعات بحثوا عالزيت للآنيات. وصل العريس وقفل الباب ومع العذراء الحكيمات. في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب، في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب. من كان مستعدا يلقى رب الأرباب. رجعوا الجاهلات وقالوا يا رب افتح الباب. رد وقال لا أعرفكم انتم من الأغراب. اللي سهران ومستني يدخل معايا الملكوت، يقعد جنبي في عرشي في فرح دائم لا في يموت. نصف الليل صراخ العريس على الأبواب، في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب. من كان مستعدا يلقى رب الأرباب. والمثل ده إشارة لكل المؤمنين اللي جوا الكنيسة يقظين أو غفلانين. والحكيمات هم صاحيين، زيتهم بيزيد باستمرار، يأهلهم للأبدية حياتهم مليانة ثمار. في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب، في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب. من كان مستعدا يلقى رب الأرباب. يا رب أعطينا نعمة نكون عذرا حكيمات، النفس مستعدة ولا يوم يجيلها سبات. والقلب يفيض بالنعمة مكرس ليك في تابات، والمصباح منور في كل الأوقات. في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب، في نصف الليل صراخ العريس على الأبواب. من كان مستعدا يلقى رب الأرباب. من كان مستعدا يلقى الرب
رب الأرباب.